عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الطاقه الايجابيه، يا صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا، يا ريت لو انتوا لسه جديد على القناه وما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. يا حلوين، انا عارفه ان انا بالي طويل او لكعيه على الفيديوهات اللي زي دي. يعني ايه؟ يعني انا حبيت ان انا اعمل لكم كده جوله في شقتنا بعد ما عملت كده ايه اجواء رمضان. كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم انا اول مره احس السنه دي بجو رمضان. طب ليه؟ انا على طول مثلا بحس بيه وانا في الشارع بصوت الزينه وشكل الفانوس والحاجات دي، بس اول مره احس بيه وانا في الشقه. تمام. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا 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 باللي عملته. وعايزه اقول لكم بقى، شايفين بقى منظر، حبيت ان انا اول حاجه افتح باب الشقه كده واوريكم اول حاجه في الصاله. لكم كمان اليوم ده تعبت فيه جدا جدا، يعني الزينه دي عشان كل شويه اطلع على الكرسي اشوف شكلها مظبوط ولا لا، وانزل تاني اشوف شكلها حلو ولا لا، وفي الاخر اطلع تاني اظبطها لو حته معوجه حته مايله، وانزل من على الكرسي واطلع من على الكرسي واحط الزينه، وبعد ما خلاص شايفه شكلها الاقيها وقعت تاني. يعني الدبل فيس اللي كنت بستخدمه ما كانش حلو يعني. وكمان قلت يمكن الدبل فيس مثلا مش حلو، قمت رايحه جايبه اللي هو الشمع ده، اللي هو الصوابع الشمع ده، وجبت الولاعه والزق برده ما فيش فايده. تمام. دي شكل الصاله وشكل جو رمضاني كده جميل. هي حاجه خفيفه، زينه خفيفه على قد يعني. وبعد كده فتحت لكم النور عشان تشوفوه شكلها على الطبيعه. بعد ما خلصنا جوله في الصاله دخلت بقى اوضه الاطفال. بصوا بقى، انا عملت تغييرات في اوضه الاطفال. اللي متابعنا هيعرف التغييرات. قبل ما اقولها التغييرات ايه، نقلت السراير حطيتها كده ايه تحت الشباك، وكمان عملت الدولاب في وش السراير. ما كانتش كده الاول، كان السريرين في جنب والدولاب في الجنب التاني. بس بصراحة الشكل ده حلو والطف بكتير من الشكل الاولاني. تمام. حبيت ان انا برضو اعمل لكم جوله برضو في الدولاب. كنت منضفاه وعملته ومسحته برضو بفوطه عشان الارفف اللي انا حاطه عليها الهدوم وكده. دي هدوم جنى اللي هي الخروج، معلقه كده بالشماعه. ودي الطرح. برضو هفتح لكم برضو الضلفه التانية. عايزه اقول لكم ان انا قعدت 3 ايام في الشقه عشان انضفها واخليها على سنجة 10، عشان يجي رمضان والشقه نظيفه ويكون بالي رايق ومزاجي عسل وزي الفل. ماشي. ودي برضه النص دي فيها هدومي انا وجنى اللي هي الشتوي. والضلفه بقى التالتة دي هدوم الخروج اللي انا بروح بيها مثلا لما اكون طالعه بره ولا حاجه. تمام. عايزه اقول لكم دي شكل اوضه الاطفال. وفي التغيير الجديد بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في التغيير، القديم احلى ولا الجديد احلى؟ يكون السرير كده قبال بعض وكمان الدولاب كده في الوش. بس دي بصراحه عجبني جدا المنظر، حلو والتغيير مطلوب. هنا بقى كنت جايبه فرع اللي هو بتاع الفوانيس دي. حطيته كده في الفيشه ووريتكم كده الجوله كده في الاوضه. شايفين المنظر؟ هي حاجه بسيطه وسيمبل، بس حاجه مديه تغيير كده للاوضه. وفوق الشباك كده كلمه اسمها رمضان كريم بالورق الفوم. حطيتها كده وانت داخله من الاوضه تشوفي شكل كلمه رمضان كريم. وهنا كانت البالونه اللي هي بالهيليوم دي كانت جانا تحت، فبنت عمي هي اللي كانت شاريها لها. وفوق السرير هنا حاطه فانوس برضو بالورق الفوم، وهنا فانوس ورق عادي. ودي فنانيس اللي هو الراجل التخين ده المكعبر ده. وحاطه كده الكرسي في النص وحاطه عليه الدبدوب. مش عارفه الدبدوب حزين ليه، يمكن حد مزعله ولا حاجه. تمام. دي بحبل وبتفضل واقفه في السقف. تمام. خلصنا كده جولة في الصالة، دخلنا في اوضه الكنب. انا ما عملتش فيها تغييرات ولا اي حاجه. كل اللي انا غيرته ان انا نقلت كده مكان النيش. يعني كان ايه؟ يعني النيش كان في الجنب التاني، انا خليت النيش كده في وش الكنب. يعني بحب التغيير والتغيير مطلوب. تمام. انا بصراحه اما بغير بحس ان الشقه جديده مش قديمه، انا بحب كده. كل واحد وله طريقه وكل واحد وله طابع. في ناس بتحب تغير، في ناس بتحب تسيب الحاجه مكانها. فانا لا، انا مش بحب كده، انا بزهق على طول. وهنا نيش برضو كنت مسحاه ومنضفاه، وحبيت برضو ان انا اوريه لكم. تمام. هطفي بقى النور واقفل كده الاوضه. وبعد كده هنخش على اوضه التلاجة والفريزر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الستاره اللي هي الحمراء عشان برضو ايه هغسلها، عشان ايه في يعني في العيد وكده نبقى ايه نحطها. هنا بقى الفريزر هروح بقى كده اوريه لكم من جوه. انا نضفته ورصيت الحاجه. بصراحه انا ما حبيتش ان انا ايه اصور لكم الشقه وانا بمسح وبشيل وبعمل، فالفيديو كان بيتهيألي كان هيخش له في نص ساعه، وعم اجي اقص وتعب ومجهود، وما كنتش هخلص الا بعد المغرب. فبصراحه انا استسهلت، وكمان عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا. دي شكل الفليزر كده بعد ما نضفته ورصيت الحاجه كده. ودي كان اللي هي الاقفاص اللي انتوا شايفينها في الفليزر دي، انا كنت جايباها السنه اللي فاتت وما استعملتهاش، بس جه وقتها وحطيت فيها الحاجه حسيت ان هو منظم، غير ان انا احطه كله على بعضه. لو حطيت كله على بعضه احس ان الدنيا متكركبه، لكن ده بصراحه مخلي شكل الفليزر منظم. هنا دي برضو التلاجة كنت غسلاها برضو. كل ده انا عملته وما حبيتش ان انا اصوره معاكم. شايفين بقى كده شكل التلاجة نظيفة، تحس ان هي جديدة كده. طول ما ايدك في الحاجة تحب ان انت تفتحيها او تخشيها. يعني مثلا لما اكون بروق الحاجة كل شوية اخش واطلع عليها من كتر حلاوتها. ودي رز المحشي، انا كنت عاملة محشي خاص ففاض شوية، فقلت ايه ابقى اعملهم في يوم كده، ابقى اسويهم واعملهم في يوم وناكلهم. تمام. خلصنا بقى كده الاوضه، وكنت عامله الجو ساقعه ما عرفتش افتح البلكونات. دخلنا بقى كده المطبخ. اهم حاجه الكنج بتاعنا شكل المطبخ. عايزه اقول لكم كل ده قعدت يوم كامل في المطبخ، شلت كل اللي فيه، وبعد كده غسلت المفارش، وبعد كده رصيت المواعين، وكل اللي انتوا شايفينه ده تحس كده ان هي ايه مطبخ عروسه. شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين النظام. ايه العسل ده؟ ايه رايكم بقى؟ بصراحه ايه رايكم اللي يشوف يقول مطبخ عروسه؟ ايه رايكم؟ عايزه اقول لكم في ناس هتقول لي يعني انت كده روقتي مش هتروقي كمان تروقه العيد؟ لا، انا لو روقت هروق كده ايه على الماشي، حاجه خفيفه يعني مش هيكون تعب عليا زي اول مره. يعني ايه كنت هايله الشقه وكده. اهو دي الضلفه التانية. هنا حاطه الصواني اللي هي تيفال، وتحتها اللي هي الجريل. اهو شايفين بقى المنظر عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم الشكل كده يفتح النفس. عايزه اقول لكم اليوم اللي كنت اروق فيه مش عايزه اطبخ والله بجد، بكون تعبانه ومش عايزه ان انا ابوظ شكل المطبخ، عايزه كده يفضل يومين كده ايه الشكل الحلو ده، واكيد مش هيفضل يومين يعني. اهو الكوبايات بقى اللي انتوا شايفينها دي انا جبت 3 مكتوب عليها رمضان كريم. بصراحه دورت كتير لحد ما لقيتها بصراحه حلوه جدا، اللي هي المجات الطويله دي. اهو وبتاع التوابل برضو غسلته، شلت التوابل من عليه وغسلته غسله محترمه. وهنا كمان البوتاجاز بقى طلعته في الصالة ساعة ما كنت بروق، ودعكته من فوق وتحت، خليته عروسة أحلى من العروسة كمان. شايفين بقى الجمال؟ تشوفي البوتاجاز أكنك لسه شارياه من المصنع، من الشركة اللي انت بتجيبي منها. ايه رايكم بقى؟ بصراحه ايه رايكم؟ بحب رايكم جدا. انا عارفه كلمه رايكم دي كتير، وعارفه ان انا رغيت كتير وطولت عليكم الفيديو، بس انا مبسوطه جدا. الحمد لله كان هم على قلبي ونزاح. هنا بقى هشغل لكم واوريكم بقى ايه اجواء رمضان برضو في المطبخ. الفانوس اللي كان عندي السنه اللي فاتت مسحته كده وحطيته على الرخامه. احط بقى الفيشه كده في الكهرباء واوريكم بقى المنظر. برضو الهلال والنجمه دي كان عندي السنه اللي فاتت، يعني اللي اشتريته في الصليبات. شايفينها تحت اللي انا حاطه عليها الورق دي، البوتاجاز قافل عليها او زنق عليها، فحط عليها ورق عشان لو الدهون نزلت ولا حاجه اقوم شايلاه وحاطه ورق تاني. هوريكم برضو كده جوله في الشوارع بتاعتنا او في شوارع الجيران، لان في الشارع بتاعنا محدش عمل. وكل سنه وانتم بتاعنا الزينه بتاعت رمضان. زي ما انتم شايفين دي منظر الزينه، وحبيت ان انا اصورها لكم بالنهار، لاني بالليل بصراحه جيت اصورها لقيتها مش واضحه مش هتشوفوها حلو. تمام. دي كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. سلام.